سيداتي آنساتي سادتي، لدي إعلان وهو كالآتي: من هو الظالم ومن هو المظلوم؟ هل هي معركة غالب ومغلوب؟ هل هي حكاية نحن الصغار أم أنتم يا كبار؟ هل نحن الحاضر وأنتم المستقبل أم كنتم المستقبل وستصبحون الماضي؟ مشكلة أسرة ولي وتلميذ مع مشكلة أخرى أستاذ وتلميذ، صارت العلاقة في ملحمة والوضع يستدعي لمحكمة، فلتبدأ المحكمة. محكمة، ستبدأ الجلسة، نرجو منكم الجلوس والصمت. هدوء هدوء. فليتفضل الولي. أهلا سيدي القاضي، أنا الولي، أنا الأب، أعمل جاهدا لا أشكو من التعب. لدي ابن ليس لكلامي سامع ويبحث عن كل ما هو غير نافع. بدأ يبتعد عني كثيرا وصرنا نتحدث قليلا. البعد صار كبيرا من الحب مكان صغير. يقول عني أنني مهمل، لقد احترت، فقل لي ماذا أفعل. هدوء هدوء. أريد سماع رأي التلميذ. فليتقدم التلميذ الأول. سيدي القاضي، ما قاله والدي يقولونه جميع الآباء، لكن نعرف الداء واليوم نبحث عن الدواء. إنها مسألة معاملة، ليس الحل في الحديث أو المكالمة. يراني ذلك الابن الصغير الذي لا يفهم شيئا عن المصير يطلب مني أن أعمل ولا يهمه أن أترفه. أبي لا يفهمني، إذن أنا لا يهمني. سيدي القاضي، لدي مداخلة صغيرة. لك الكلمة يا محامي الطفولة. أتفهم وضع التلميذ كما أتفهم أيضا حيرة الولي، ولكن يا سيدي القاضي، التلميذ يجد نفسه بين أجواء الدراسة مهمشا وبين الأجواء العائلية متعطشا، فالولي يرى نفسه من زاويته فقط، والتلميذ كردة فعل في الدراسة يكون قد سقط. أنصح الأب أن يحسن من ردة فعله الخشنة قبل فوات الأوان وقبل أن يكون قد ندم. أريد الاستماع إلى الأستاذ. فليتقدم الأستاذ. أنا الأستاذ وأنا المفكر، أنا المعلم وأنا المفسر. هذا الجيل إنه العظيم لكنه ليس بعليم، يبحث عن اللعب وفي الدراسة يتحدث عن التعب. صار الوضع ليس كما يرام، والتلميذ لا خوف ولا احترام، لا تهمه الدراسة ولا يكتب حتى في الكراسة. التلميذ تركيزه قصير واليوم الدراسي يراه طويل. دوما أسأل عن من لا يفهم الدرس ولكن لا أحد منهم يهتم، وتجمعهم صفة واحدة ألا وهي الكسل. حرت، فما الحل؟ فليتقدم التلميذ الثاني. عذرا سيد القاضي، فحق التلاميذ ينادي: ماذا تريدني أن أسكو؟ فالكثير منكم من لا يفهم، فالدرس طويل والمعلم لم يعد رحيم، والامتحان صعب وتعبنا أسد تعب، وكلامه ليس له تفسير عدا أنه مر مرير. معلمنا صعب المزاز، اسأل حتى ريم نور ورتاز. ولم يعد ذود لتلك المقولة، كاد المعلم أن يكون رسولا. إذا سيدي القاضي، سادة الحاضرين، أولياء التلاميذ، السادة الكرام، بعد كل هذا ما سمعناه وما رأيناه، لكن هذا ما قيل، فما بالكم ما لم يقال؟ إذن ندرك أننا يمكن أن نخطئ، لكننا صغار، وندرك أننا نكره أن نكون صغارا، لكن أنتم يا كبار بالعقل السليم في الجسم السليم، وعقل التلميذ لن يكون سليما وسط هذا الوضع اللئيم والمشين. أنتم بموقفكم ككبار، كنا وسنظل بعهدتكم صغارا، بالبيت كأسرة معكم يا أبي ويا أمي، أريد فرصة، والمدرسة معكم يا معلمي ويا معلمتي، لنتعلم وندرس ونمضي. هدوء هدوء. قضية عدد تلاميذ 2021. حكمت المحكمة حضوريا لكل من المتهمين، أساتذة، أولياء وتلاميذ.
يروي الكبير طيلة أوقات العمل كأستاذ، وبالنسبة للأولياء بالحب الكبير أيضا وحسن الاستماع ومنح الثقة في أبنائكم، وخاصة ترك لهم مساحة حرة. وأخيرا فيما يهم التلميذ وهو الطفل، وطفل اليوم هو شباب الغد، فالتلميذ بريء حتى يبلغ سن الرشد والنضج، ولا عيب إن أخطأوا وهم صغار، فالعيب عيب إن أخطأوا مثلكم وأنتم كبار. رفعت الجلسة.